تمام ان شاء الله. باذن الله ده اول درس في دراسات اولى اعدادي. هنبتدي ان شاء الله جغرافيا بمشيئه ربنا. هنشتغل من المذكره الواجبات، زي ما قلنا لاصحابكم الناس اللي ما كانتش موجوده. بالنسبه للواجبات، ثانيه واحده يا شباب. تمام يا شباب، الناس اللي ما كانتش معانا احنا هنشتغل من المذكره. وبالنسبه للواجبات او الامتحانات هنزلها PDF الكتاب الامتحان. اللي عايز يجيبه يجيبه، واللي مش عايز يجيبه مفيش مشكله. تمام كده يا شباب. هنبتدي كده ونقول بسم الله. اي سؤال انت مش عارفه، اي حاجه مش عارفها، ابعت لي خاص وانا هجاوبك ان شاء الله في اي وقت. تمام كده. هنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ان شاء الله باول درس جغرافيا، هناخده نص الدرس بس في الاول كده، وهيبقى فيه اسئله طول الحصه، الناس تبقى مصحصحه معايا. تمام. هنبتدي كده نقول بسم الله. اول حاجه هناخدها النهارده، الدرس بتاع النهارده الاولاني في الجغرافيا، بعنوان نمو وتوزيع سكان قاره افريقيا. تمام. نمو السكان في افريقيا. هنتكلم الاول عن نمو السكان في افريقيا. يعني ايه نمو السكان؟ يعني عدد السكان قد ايه بيزيد في افريقيا. تمام. طيب بالنسبه لزياده عدد السكان عندي في افريقيا بيتضاعف، بيزيد بطريقه كبيره. طب انا عرفت ازاي؟ عندي كل 3 عقود. يعني ايه عقد؟ يعني 10 سنين. يعني كل 30 سنه بينزل حد كده يعد السكان اللي موجود في مصر. تمام. يعني مثلا لو عندك سنة 1975 وجي بعديها ب 30 سنة يعد السكان، يعني مثلا 2005، لقى إن عدد السكان بيتضاعف. يعني مثلا لو في 2005 مثلا أنا بقول فرض، لو في 2005 وفي 1975 كانوا مثلا 100,000، أنا بقول فرض عشان أفهمك، وجم في 2005 لقاهم 200,000. يعني من 100 ل 200 العدد كده بيتضاعف. طبعا احنا أكتر دلوقتي بكتير، احنا 100 مليون وأكتر، بس انا بديك مثال عشان تفهم الكلام اللي انا بقوله. يبقى عندي يتضاعف يعني بيزيد. طب انا عرفت ازاي؟ الناس بينزلوا يعدوا قارة افريقيا كل 30 سنة، فلا بيلاقوا ان العدد كل 30 سنة بيزيد بيتضاعف. يعني ايه بيتضاعف؟ يعني لو 5 بيبقى 10، لو 10 بيبقى 20، وهكذا. تمام كده. طيب بالنسبة لقارة افريقيا، هي اكتر دول قارات العالم سكان، مع ان العدد فيها بيضاعف. قال لك لا، قارة أفريقيا تاني قارات العالم سكان. لازم تبقى عارف الترتيب ده. يبقى عندي ترتيب القارات من حيث السكان. مين أول قارة عدد سكانها كبير؟ آسيا. طب مين تاني قارة؟ أفريقيا. تمام كده. يبقى عندي أول درس هناخدوه اللي هو نمو وتوزيع السكان. هنشتغل في النمو دلوقتي. إيه هو النمو؟ إن عدد السكان في أفريقيا قد إيه؟ عندنا في اللي علينا في الدرس 2023 كان عدد سكان أفريقيا كلهم 1.5 مليار نسمة. يعني إيه 1.5 مليار نسمة؟ خمس سكان العالم. ممكن يجيب لك نقط في الامتحان ويقول لك عدد سكان أفريقيا وافتح لك قوس، يقول لك خمس ولا سدس ولا سبع، هتقول له خمس سكان العالم. طيب سكان العالم، سكان سوري اسفه، سكان افريقيا. سكان افريقيا بيتضاعف عددهم كل 3 عقود. العقد اللي هو 10 سنين، القرن 100 سنه. احنا بنتكلموا في العقد دلوقتي اللي هو 10 سنين. طب بالنسبه اللي بيقول لك في 2050 بيتوقعوا ان عدد السكان هيبقى 2.4 نسمة. طب بالنسبة لترتيب القارات، عندي اول قارة من حيث عدد السكان اسيا، خليك مركز معايا، وتاني قارة افريقيا. تمام كده. طيب احنا بقى هنشتغلوا على ايه في منهجنا؟ هنشتغلوا على قارة افريقيا. طيب ايه اكبر الدول في قارة افريقيا من حيث السكان؟ اول، ايوه قول، مين اللي بيتكلم؟ حد قال حاجة؟ تمام. بصوا قارة أفريقيا، أكبر دول القارة أفريقيا من حيث السكان، خد بالك. أول حاجة نيجيريا. نيجيريا من غير ألف ولام، لأن إحنا بعد كده هناخده النيجر. يبقى أنا عندي أكبر الدول بالترتيب في قارة أفريقيا سكانا. هسأل على فكرة، نيجيريا، وبعد كده أثيوبيا، وبعد كده مصر. يبقى بالترتيب أكبر الدول الأفريقية سكانا: واحد
نيجيريا. 2 اثيوبيا. 3 مصر. تمام كده. طيب، ايه اسباب بقى النمو في افريقيا؟ حد يعرف ايه سبب نمو السكان في افريقيا؟ ليه السكان عددها كبير؟ انا هقول بسببين. اول سبب زياده طبيعيه. يعني ايه زياده طبيعيه؟ يعني الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. يعني ايه؟ يعني مثلا الناس اللي بتتولد، يعني مثلا لو في مثلا الشهر ده اتولد مثلا 200 طفل ومات قصادهم 5، يبقى احنا زدنا قد ايه؟ 195 بني آدم. يبقى عندي الزيادة الطبيعية هي الفرق بين عدد المواليد. يعني مثلا لو اتولدوا 10 ومات 2، يبقى احنا زدنا كام؟ 8. يبقى الزيادة الطبيعية دي هي الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الناس اللي بتتولد بنقص منهم الناس اللي بتموت. وإيه تاني؟ الهجرة. وتاني حاجة الهجرة. عندي أول حاجة الزيادة الطبيعية، الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الهجرة دي بقى بيقولوا عليها زيادة غير طبيعية، يعني ما بتبقاش قضاء وقدر، الناس بتمشي من مكان تروح مكان تاني فبتزود فيه عدد السكان. تمام. نسأل الناس عشان أشوف الناس مركزة معايا ولا لا. عندي أول حاجة، بسم الله كده نبدأ بريم. ريم، سامعاني يا نعم ريم؟ يا مس. أيوة حبيبتي، اه بصي. كده معاكي. عاملة إيه؟ أخبارك؟ تمام. سامعاني ولا مش سامعاني؟ الصوت بيقطع يا مس. طب الناس اه سامعاني؟ كده سامعاك. سامعاني كده؟ طب في حد عنده الصوت بيقطع ولا تمام؟ الدنيا مع الناس تمام؟ في حد عنده الصوت بيقطع؟ كده حلو كده. طب كويس. الناس اللي موجودة، محمد عيد وفريدة وعماد ومحمد طارق، الصوت تمام؟ الناس ترد يا جماعة تقول اه تمام. 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 تمام ايوه انا طيب. مستنيه تمام. اوكي تمام. تمام يا ريم، معايا ريم. طيب نسأل ريم كده. ايوه. طيب، أكبر قارات العالم من حيث عدد السكان قارة ايه؟ الاولى اسيا، التانية افريقيا. الله يفتح عليكي. طيب محمد عيد. نعم ايه يا بس. محمد، ايه الأخبار؟ الحمد لله. بص يا محمد، أكبر الدول الأفريقية سكانا. عايزة رقم واحد، واحدة بس، أول واحدة. أكبر الدول الأفريقية سكانا مين؟ اسمها إيه؟ نيجيريا. الله يفتح عليك، برافو عليك. تمام. ممكن أسأل فريدة؟ أيوة فريدة، إيه أخبارك؟ الحمد لله. بص يا فريدة، عندنا تاني الدول الأفريقية من حيث عدد السكان. ممكن في الامتحان يقول لك تاني الدول الأفريقية من حيث عدد السكان، تبقى أنت عارف مين تاني واحدة؟ اثيوبيا. أثيوبيا. الله يفتح عليك. عماد طارق. نعم يا ميس. إيه أخبارك يا عماد؟ ميس. سامعني كده؟ اه. تمام يا عماد. بص، ايه هي ثالث الدول الافريقيه من حيث عدد السكان؟ اسمها ايه؟ تالت. ثالث دول من حيث عدد السكان. ثالث دوله اسمها ايه؟ آم، مم. ثالث دوله من حيث عدد السكان. احنا قلنا اكبر دوله فيها سكان كتير نيجيريا، وبعد جزائر واللي يا ميس. بعد مين؟ جزائر. لا، انت مش معانا ليه؟ خليك مركز معايا. بص، اكبر الدول الافريقيه سكانا، الدول اللي فيها سكان كتير. اول واحده قلنا سكانها كتير نيجيريا، تاني واحدة اثيوبيا، تالت واحدة مصر. يبقى تالت واحدة ايه يا عماد؟ تالت واحدة نيجيريا. ايه؟ لا، انا عايزة تالت واحدة مش اول واحدة. السؤال بيجي مصر. منفرد. مصر. الله يفتح عليك. يبقى اول دولة ايه؟ مصر. نيجيريا. تمام. وتاني دولة؟ اثيوبيا. الله يفتح عليك. وتالت دولة؟ مصر. برافو عليك، ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك. تمام. محمد طارق. نعم. ايه اخبارك يا محمد؟ الحمد لله. بص يا محمد، اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا عندي سببين. ايه هما؟ عارف ولا مش عارف؟ صراحة مش عارف مين. طب ليه؟ طب انا لسه قايلاهم يا عم محمد، لسه قايلاهم. مين رفع ايده؟ ماشي. ريم. قولي يا ريم كده. الناس تركز معايا بالله عليكم.
اللي هو انا بسأل. الزيادة الطبيعية والهجرة اللي هي غير طبيعية. الله يفتح عليك، تمام. انا بسأل طول الحصة فالناس تكون مصحصحة معايا. تمام. يبقى عندي اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا. هيجي يقول لك ايه هي اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا، هتقول له السببين: زيادة طبيعية والهجرة. تمام، الهجرة دي زيادة غير طبيعية. طب ايه هو تعريف الزيادة الطبيعية يا محمد عيد؟ محمد عيد. الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الله يفتح عليك، الله ينور عليك. طيب معلش يا محمد طارق، ممكن ترد على السؤال ده؟ محمد طارق. محمد محمد تقدر طارق. أنا أجيب؟ محمد طارق. محمد. هو طلع تقريبا. محمد طارق ولا محمد عيد؟ محمد طارق. أنا معاك يا ميس. معايا، تمام. قول لي بقى اسباب النمو السكاني في قارة افريقيا. بسبب الهجرة ايوه. و ها. ال- النمو الطبيعي. الزيادة الطبيعية. بص يا محمد، انت دلوقتي عندك ناس ساكنين جنبك، تمام؟ عددهم بيزيد ليه؟ بسببين. بسببين ايه هما؟ ان في عدد مواليد كتير، عندك جيرانك ساكنين في البيت اللي جنبك، كل مثلا سنه بتلاقيهم زادوا 10 بسبب المواليد، او في ناس بتيجي تزورهم من بعيد. تمام كده. يبقى سبب النمو السكاني في قاره افريقيا برضك بنفس السببين: زياده طبيعيه في عدد مواليد كتير، تمام كده، والهجره، ان في ناس بتيجي من اماكن بعيده تقعد فين؟ في افريقيا، وخصوصا في جنوب افريقيا، ده اللي هناخدوه بعد كده. تمام. تمام، الله ينور. افتح بس معايا حبه. تمام كده، احنا لسه في اول حصه، تمام؟ وهنعيد ونزيد اكتر من مره، الناس ما تقلقش. هنراجع تاني من الاول عشان نقفل الصفحه دي. عندي يبقى هنا قاره افريقيا، اكبر الدول الافريقيه سكانا فيها: اول واحده نيجيريا من غير الف ولام، اثيوبيا اتنين، مصر تلاته. طب اسباب النمو السكاني عندي سببين: زياده طبيعيه وهجره. يعني ايه زياده طبيعيه؟ الفرق بين عدد المواليد وبنقص منه عدد الوفيات. تمام، يعني انا مثلا لو عندي عدد مواليد 10 وتوفوا 2 هيبقى عندي 8، يبقى كده في زياده طبيعيه. طب والهجره؟ الناس بتهاجر من اماكن تانية بتيجي عندي فين؟ في افريقيا. طب ايه هي ترتيب من حيث عدد السكان؟ اكبر القارات من حيث عدد السكان: رقم واحد اسيا، رقم اتنين قاره افريقيا. تعرف الحاجات دي كويس، انا لسه قايلاها دلوقتي. النقط دي انا مبسطه لك النقط اللي بتيجي في الامتحانات، فده تبسيط الدرس اللي عليك، يعني دي اهم النقط اللي انت اللي بتبقى لازم تعرف. تمام كده. اشتغل بعد كده. طيب، احنا قلنا اسباب النمو السكاني اتنين: زياده طبيعيه وهجره. هنتكلم دلوقتي على الزياده الطبيعيه. طب يعني ايه بقى زياده طبيعيه؟ لسه قايلين من شويه زي ما قالت لنا، زي ما قال محمد عيد كده: الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. طيب، الزياده الطبيعيه كبيره ولا قليله في قاره افريقيا؟ نسال فريده كده نشوفها. فريده. نعم. ايوه يا فريده، الزياده الطبيعيه في افريقيا كبيره ولا قليله؟ عايزه اسمعك. زيادة. كبيره، الله ينور. محمد عيد رافع ايده، تمام. قول يا محمد، كبيره ولا قليله؟ كبير. كبيرة، الله يفتح عليك. طيب، عندي أعلى الدول في الزيادة الطبيعية، ما بقولش أعلى الدول في معدل المواليد ولا معدل الوفيات، أنا بقول بشكل عام أعلى الدول في الزيادة الطبيعية إيه هي؟ الصومال والنيجر. خد بالك من الحتة دي. أعلى الدول بالنسبة للزيادة الطبيعية بشكل عام الصومال والنيجر، تمام؟ لان انا بعد كده هقول اعلى الدول في معدل المواليد واعلى الدول في معدل الوفيات. احنا دلوقتي بنتكلم عن الزياده الطبيعيه بشكل عام. ايه هي اكبر الدول؟ عندي الصومال والنيجر، دي اعلى الدول في الزياده الطبيعيه، تمام. عندي الزياده الطبيعيه عموما في قاره افريقيا مرتفعه. طيب، عندي هنا بقى هنتكلم عن معدل المواليد. معدل المواليد في افريقيا مرتفع. طب ايه هي اوائل الدول بالنسبه لمعدل المواليد؟ قال لك النيجر أولى الدول عالميا، أول دولة في أفريقيا وعلى مستوى العالم. يبقى عندي معدل المواليد كبير فين؟ في النيجر. أولى الدول عالميا وأفريقيا، يعني أعلى دولة في العالم وفي أفريقيا هي مين؟ النيجر. فيها عدد أطفال كتير، فيها مواليد كتير، تمام؟ طيب.
طب افريقيا اعلى القارات العالم بيضاعف المعدل العالمي، يعني مثلا لو في كل العالم بيجيبوا 10 اطفال، انا بقول مثلا عشان تفهم الجمله انا بقولها ازاي. عندك مثلا لو العالم كله بيجيب 10 اطفال، افريقيا لوحدها بتجيب 20 طفل. يبقى عندي افريقيا اعلى قارات العالم، مالها بقى المعدل بتاعها بيضاعف المعدل العالمي. يبقى يضاعف المعدل العالمي بالنسبه لايه؟ لمعدل المواليد. تمام. هيجي لي سؤال مهم جدا بيجي في الامتحانات كتير، بيقول لك ايه؟ بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في قارة افريقيا. ده سؤال بديهي، ممكن حد كده يجاوبني عليه؟ لا، من غير الدرس ومن غير حاجة. ليه عدد المواليد كتير في افريقيا؟ ماشي يا ريم قولي. كثرة الإنجاب. كثرة الانجاب، تمام. قولي يا ريم. ايه تاني؟ آه، الزواج المبكر. الله يفتح عليك، تمام. فريدة فتحت المايك، قولي يا فريدة. آه، ضعف قولي، قولي اللي البرامج. تعرفيه. تنظيم الأسرة. قولي اللي انت كنت هتقوليه، مش لازم اللي انا كاتباه، حتى لو اتقال قوليه. الزواج المبكر. الزواج المبكر، تمام. السؤال ده مهم جدا، بيجي في الامتحانات. كل الاسئله اللي انا حطاها في المذكره بتيجي في الامتحانات كتير، فانت تركز مع المذكره، تمام كده. وفي الاخر ان شاء الله هلم لك اهم بما تفسر، واهم النتائج ان شاء الله في الاخر، يعني هيبقى ورقتين بساط بمشيئه ربنا بفضل الله، يعني ان شاء الله. يبقى عندي بما تفسر من الاسئله اللي بتيجي كتير في الامتحانات. بيقول لك ايه؟ ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا. ليه؟ هقول له كثره الانجاب، حاجه بديهيه حتى لو انت مش عارف الدرس. ليه المواليد كتير في افريقيا؟ هقول له عشان كثره الانجاب. وايه تاني؟ الزواج المبكر، بيتجوزوا بدري. تمام. وايه تاني؟ ضعف برامج تنظيم الاسره. تمام كده. الدوله عامله برامج عشان تنظم الاسره، لكن للاسف البرامج دي بتكون فاشله ومش مجديه. تمام. يبقى عندي ارتفاع معدل المواليد في قاره افريقيا بسبب: واحد، كثره الانجاب. اتنين، الزواج المبكر. تلاته، ضعف برامج تنظيم الاسره. طب انا مش الاخيره دي مش عارف احفظها يا ميس، مش عارف اكتبها، بس اكتب لي كثره الانجاب والزواج المبكر بس كده 100 فل. تمام كده. طيب، هيقول لي تاني بما تفسر، مهم قوي بردك السؤال ده: انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في الفترة بين 1970 و2023. ليه؟ ليه الناس عددها ابتدى يقل؟ هقول له بسبب اهتمام الدول الإفريقية والمنظمات الدولية بإيه؟ واحد، تطوير النظام الصحي، الاهتمام بصحة الأم والطفل. اكتب لي واحدة بس. هتقول لي بسبب اهتمام الدول الافريقيه بصحه الام والطفل. تمام، بس كده 100 100. يبقى مش لازم تكتب زي ما انا كاتبه، بس ما تكتبليش اجابه بعيده، لا، اكتب لي اللي انت فاهمه. تمام. اللي بيصحح معاك مش ضدك، اكتب لي اللي انت فاهمه. تمام. مش هتجيب السؤال تجيب لي اجابه بعيده خالص، لا. يعني مثلا انخفاض معدل الزياده الطبيعيه في افريقيا بين فتره 1970 و2023، هقول له بسبب اهتمام الدول الافريقيه بايه؟ بصحه الام والطفل. تمام كده هيبقى صح. تمام. يبقى نقول تاني. يبقى عندي الزياده الطبيعيه هو الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. تمام. ايه هي اعلى الدول من حيث الزياده الطبيعيه؟ ما بقولش معدل ومواليد ولا وفيات، بقول زياده طبيعيه بشكل عام. قول لي الصومال والنيجر. طيب، نتكلم عن معدل المواليد. عالي في افريقيا، ايوه يا ميس عالي في افريقيا. طب ايه هي الدول الاولى في معدل المواليد؟ هقول لك النيجر اولى عالميا وافريقيا. يعني لو جاب لك نقط معدل المواليد الاولى عالميا وافريقيا وكتب لك نقط، هتجاوب تقول ايه يا عماد طارق؟ عماد طارق، الناس تصحصح معايا. فين عماد؟ عماد. معاك يا بس. ايوه يا عماد. مين بقى؟ ها؟ ايه دي؟ امال انت كنت فين؟ كنت معاك. طب ما انا قلت اهو معدل ايه هي الدوله لمعدل المواليد بتاعها عالي عالميا وافريقيا، اسمها ايه؟ صح. نيجر. الله يفتح عليك، النيجر صح. يبقى عندي المعدل المواليد عالميا وافريقيا هي ايه؟ النيجر. تمام نيجر. كده. طيب، قلنا قارة افريقيا معدل المواليد بتاعها يضاعف المعدل العالمي. تمام. تمام، الله ينور. طيب بالنسبة للريم،
بما تفسري يا ريم. نعم. ارتفاع معدل المواليد في قارة افريقيا بسبب ايه؟ اللي هو كثرة الإنجاب والزواج المبكر. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي، ممتازة يا ريم. طيب محمد عيد. محمد عيد. ايوه يا نعم يا محمد. مس. ايوه يا محمد، انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في افريقيا بين فترة 1970 و2023 بسبب ايه؟ قولي واحدة بس، مش لازم تقولها كلها. بسبب تطوير الأنظمة الصحية. الله يفتح عليك، بسبب تطوير النظام الصحي. الله يفتح عليك، ممتاز يا محمد. طيب فريدة. فريدة. نعم. وايه تاني يا فريدة؟ ليه انخفاض معدل الزيادة الطبيعية؟ عندي محمد قال بسبب تطوير النظام الصحي، وايه تاني؟ واهتموا بايه وايه؟ اهتمام بصحة الأم والطفل. الله يفتح عليك، تمام، الله ينور، الله يفتح عليك. يبقى عندي الزيادة الطبيعية زي ما قلنا، معدل المواليد ناقص معدل الوفيات. على الدول بالنسبة للزيادة الطبيعية الصومال والنيجر. معدل المواليد كبير عالميا وافريقيا في النيجر. وزي ما قلنا بما تفسري دول ايه مهمين، تمام. طيب معدل الوفيات هسأل دلوقتي على فكرة. معدل الوفيات. معدل الوفيات في افريقيا منخفض، تمام، او قريب من المعدل العالمي. يبقى عندي المهم في الوفيات ان في افريقيا منخفض. طيب اعلى دول العالم في معدل الوفيات مين؟ بصوا بقى، احنا من شويه قلنا مين اعلى الدول في معدل المواليد؟ حد فاكر؟ اي حد يرفع ايده. الله يفتح عليك يا فريده، قولي. ومين تاني قال؟ مين تاني رفع ايده غير فريده؟ نايجر. الله يفتح عليك، تمام. وريم. تمام، قولي يا آه ريم. الصومال. تمام، الله يفتح عليكي، صح. ومين تاني؟ محمد عيد. نيجيريا. النيجر. النيجر. تمام. تمام يا محمد، يبقى عندي النيجر والصومال زي ما قلنا، تمام. طب بالنسبه بقى لمعدل الوفيات يا شباب، عندي معدل الوفيات بيبقى منخفض. في افريقيا معدل الوفيات بيكون منخفض. طب ايه هي الدول بقى اللي فيها الناس بتموت كتير؟ قال لك 3 دول بالترتيب، تبقى عارفهم. معلش هيبقى الكلام شويه صعب شويه، بس تمام. اسماء الدول عندي: نيجيريا، تمام، تشيد، تمام، تشيد، تمام، لسوتو، تمام كده. يبقى عندي نيجيريا، تشيد، لسوتو، تمام يا شباب. اعرفها حتى بالشبه، يبقى عندي نيجيريا، اللي تشاد، لسوتو، تمام كده. طب ليه الاماكن دي بتبقى الوفيات فيها كتيره؟ قال لك عشان بيكون فيها امراض كتير، تمام. في امراض مستوطنه هناك بسبب، لو انت تعرف درجه الحراره بتبقى عاليه، بيبقى في غابات، في مستنقعات، فعشان كده بيبقى في امراض مستوطنه موجوده في الاماكن دي، فبتسبب ان الناس دي تتوفى، تمام كده. وارتفاع كمان وفيات الاطفال والامهات. مفيش رعايه صحيه كافيه، فالاطفال بتجيلها امراض وهي صغيره فبتتوفى، والامهات برضك كذلك، تمام كده. يبقى عندي اعلى الدول الافريقيه في معدل الوفيات نيجيريا، اللي تشيد، لسوتو، تمام كده. هيقول لي بما تفسر، السؤال ده مهم جدا وبيجي في الامتحانات كتير. بما تفسر زيادة معدل الوفيات في النيجر وتشيد ولسوتو، او يقول لك واحدة بما تفسر زيادة معدل الوفيات في النيجر بس، هتقول له بسبب واحد تفشي الامراض المستوطنة، تمام كده، او اتنين ارتفاع وفيات الاطفال والامهات، تمام كده. ممكن انت مش عارف تكتب تفشي الامراض المستوطنه، اكتب لي انتشار الامراض، هحسبها لك صح برضه، تمام كده. يبقى عندي تفشي الامراض المستوطنه او انتشار الامراض. اتنين، ارتفاع وفيات الاطفال والامهات. نسال الناس. عماد طارق. معاك يا مس. ايوه يا عماد، معدل الوفيات في افريقيا منخفض ولا مرتفع؟ مرتفع. الله يفتح عليك. محمد طارق. نعم يا مس. اعلى دول افريقيا في معدل الوفيات هي مين؟ نيجيريا وتشاد وليسوتو. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ممتاز. طيب ريم. أيوة يا مس. بما تفسري زيادة معدل الوفيات في النيجر، هتبقى ايه؟ بسبب ايه؟ سوري، في نيجيريا. زيادة معدل الوفيات. في نيجيريا.
لأن الأمراض كثيرة وارتفاع وفيات الأمهات والأطفال. الله يفتح عليكي، ممتازة. بسبب انتشار الأمراض وارتفاع وفيات الأطفال والأمهات. الناس تركز معايا عشان هسأل. هراجع بسرعة اللي احنا خدناه. الميت فاضل له 10 دقايق. تمام، هنفتح ميتنج تاني على فكرة بعد ده. تمام. هنزله على الجروب، الناس تدخل برضه. تمام كده. انا مش بقعد في الحصة ساعة على فكرة، يعني ممكن اطول شوية، ممكن اخد 2 ميتنج عادي. تمام. فالناس ايه تبقى معايا. او بالنسبة للمواعيد بكرة، هنتكلم في اخر الحصه بس عشان ما اضيعش اللي هي المواعيد الحصه اللي جايه يعني. هتكلم في اخر الحصه عشان ما اضيعش وقت الحصه. تمام كده. فالناس تركز معايا عشان هسأل قبل ما الميد ده يقفل. دلوقتي عندي عدد السكان في افريقيا في 23 1.5 مليون نسمه. قد ايه؟ خمس سكان العالم. تمام. طيب سكان افريقيا بيتضاعفوا كل 3 عقود، يعني كل 30 سنه. طيب ترتيب القارات من حيث عدد السكان، قال لك قارة آسيا الأول، بعد كده قارة أفريقيا. تمام. هنتكلم عن قارة أفريقيا. أكبر الدول الأفريقية سكانا: نيجر، أثيوبيا، مصر، بالترتيب. النيجر الأول، بعد كده أثيوبيا، بعد كده مصر. طيب أسباب النمو السكاني في قارة أفريقيا بسببين: زيادة طبيعية وهجرة. طب يعني إيه زيادة طبيعية؟ هقول له الفرق بين الناس اللي بتتولد ناقص عدد الناس اللي بتتوفى. تمام كده. طيب الزيادة الطبيعية بقى، احنا قلنا عدد معدل مواليد ناقص معدل وفيات. تمام. هنتكلم عن معدل المواليد في أفريقيا بيبقى مرتفع. طيب ايه هي الأولى عالميا بالنسبة لمعدل المواليد؟ قال لك النيجر أولى عالميا وأفريقيا. تمام كده. طيب بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في أفريقيا، هقول له بسبب كثرة الإنجاب والزواج المبكر. طب انخفاض معدل الزيادة الطبيعية في أفريقيا في الفترة الأخيرة، هقول له بسبب اهتمام الدولة والمنظمات بتطوير النظام الصحي والاهتمام بصحة الأم والطفل. تمام. طيب معدل الوفيات بقى، هقول له منخفض أو قريب من المعدل العالمي. طب إيه أعلى الدول في الوفيات؟ هقول له نيجيريا، التشيد، لسوتو. طب بما تفسر ليه في المناطق دي معدل الوفيات بيبقى عالي؟ هقول له بسبب انتشار الأمراض وارتفاع وفيات الأمهات والأطفال. تمام. نسأل الناس كده، نشوف الناس معايا ولا إيه الدنيا. ناخده كده بالدور، نقول بسم الله كده، نبدأ بريم. معاك يا مس. بص يا ريم، بيقول لك مم. معدل تقريبا بعد الاسئله دي يا جماعه الميت هيخلص، هبعت ميت تاني. تمام، الناس تدخل برضه. معدل الزياده ماشي. الطبيعيه في قاره افريقيا مقارنه بالمعدل العالمي، منخفض ولا مرتفع ولا متساوي؟ مرتفع. الله يفتح عليكي. تمام. محمد عيد. تعد دوله محمد سامعني، تعد دوله اه اللي تسيد من اعلى دول افريقيا في عدد السكان ولا معدل الوفيات ولا معدل الزياده الطبيعيه؟ معدل الوفيات. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، ممتاز. فريده. نعم. ثالث دول قارة أفريقيا من حيث عدد السكان، ده اللي أنا كنت بتكلم فيه. مصر ولا أثيوبيا ولا نيجيريا؟ كلهم صح، بس مين أثيوبيا. ثالث دولة؟ أثيوبيا. لا. التالتة مصر. الله يفتح عليكي، ممتاز، أنا بشكرك. السؤال اللي بعده. عماد طارق. عماد. معاك. عشان هيقفل علينا الميت. أي من الدول الأفريقية التالية آه أي من الدول الأفريقية التالية تعد الأعلى في معدل الزيادة الطبيعية؟ الصومال. الله يفتح عليك، أنا بشكرك، الله يفتح عليك. محمد طارق. نعم يا مس. الدول التي تحتل المركز الأول عالميا وإفريقيا في ارتفاع معدل المواليد. نيجيريا. بص، أنا عارفة إن أنا بتلخبط، عادي إن إحنا نتلخبط. بص، قال لك مصر، جنوب أفريقيا، النيجر. ها، بيقول لك في المواليد مش في الوفيات، خد بالك. النيجر يا الله مس. يفتح عليك. طب في الوفيات مين يا شباب؟ نيجيريا. الله يفتح عليك، ممتاز، الله يفتح عليك. تمام. ريم. نعم يا مس. أكبر دول أفريقية من حيث عدد السكان هي دولة. عدد السكان. اه. نيجيريا وأثيوبيا.
الله يفتح عليك. عدد السكان بأكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان هي نيجيريا، وبعد كده أثيوبيا، والثالثة مصر. تمام، احنا فاضل لنا 5 دقايق والميت يقفل. بالنسبة للحصة اللي جاية، انتوا عندكم علوم، في ناس عندها علوم الساعة 4 صح كده؟ ايوه. ايوه. تمام. ثانية بس يا مس، اروح بس اجيب. ثانية بس اروح اجيب بس اروح بس اجيب الكراسة عشان اجيب بس المواعين. هي الساعة 4، ما أنا عارفة. طيب بصوا، اصل انا بفتح 2 ميت، مش بلتزم بالساعه. يعني انا مش بلتزم بالساعه او بال50 دقيقه، يعني ممكن افتح 2 ميت معاك. انا ممكن ابدا 2 ونص تمام يوم الخميس، ولا الناس عندها مشكله؟ 2. بتقولي ايه يا مس؟ انا بفتح 2 ميت، مش برتبط بالساعه او بال50 دقيقه، فهشتغل الساعه 2 ونص تمام يوم الخميس. 2 ونص تمام معاكم، عشان عقبال ما تخلصوا بعد كده تخشوا العلوم. تمام. ثانية يا مس. تمام. هو ده العلوم، دقيقة العلوم بس. العلوم الساعه 4. يوم الاثنين والخميس الساعة 2:30. لا، احنا زي ما احنا يوم الاثنين بتاعنا الساعة 3 عادي. انا بتكلم على اليوم الخميس اللي فيه ماشي. مشكلة. انتوا عندكم الساعة 4 علوم صح؟ ايوه، عندنا 4 علوم. تمام، فانا هشتغل 2 ونص عشان تمام. في حد عنده حاجة الساعة 2 يا ونص؟ اه مس ماشي. يا تمام. مس مس. ثانية يا ايوه. مس. مس مش اه هينفع حلوة. يبقى في المدرسة نعم. قولي تاني. 2 ثلاثة ونص. ضبة كل سنين رجع. لسه معاكي بتقولي ايه؟ أنا ما هكون في المدرسة 3 ضبة كل سنين رجع. لسه راجعة. امم يا طيب. مس. ايوه. قولي تاني المواعين. ميعادنا زي ما احنا النهارده كده الساعة 3 عادي. يوم الخميس ان شاء الله. خلاص هنشتغل ممكن على 3 الا ربع كده. طيب هي مين اللي عندها بتكون لسه ما جاتش؟ مين اللي قالت؟ فريدة؟ انا لسه ما حفظتكمش. اه. فريدة. فريدة. مم. طب على 3 الا ربع كده فريدة تمام. أنا بكون رجعت الساعة 3 بالظبط. طب بصوا يا شباب، بصوا احنا المفروض بندي 8 حصص في الشهر. انا بحدي 10 9 على حسب، اه مش انا كده كده ما بوقفش تمام. يعني انتوا المفروض تاخدوا 8، انا كده كده مش بوقف. فهنشتغلوا عادي يوم الخميس الساعة 3 لحد لما نشوف الدنيا تمام كده. يعني انا كده كده ما بوقفش، يعني 8 لا مش بوقف، انا بكمل 9 حصص 10 حصص على حسب الدنيا ما بتمشي معانا. انا كده كده مش بوقف، فكده كده انت حقك هتاخده. فهنشتغل عادي الخميس الساعة 3. تمام. ماشي. تمام. تمام يا شباب. ماشي. خلاص يبقى ميعادنا الاثنين والخميس بمشيئة ربنا الساعة 3 في ميت دلوقتي. هنقفل الميت ده وهفتح ميت تاني عشان نكمل الدرس بتاعنا. تمام. لو في أي سؤال في أي وقت ابعت لي في أي وقت، أنا معاك تمام كده. هقفل الميت ده تمام. وهبعت لكم ميت تاني دلوقتي. ماشي. يلا سلام. تمام. سلام. سلام.